لمكان آخر. ومن الأسباب وأعظمها وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بعض الحجاج وبعض الزوار جاء مرة المدينة وأخذ لفة دخل في الأحياء، يقول لم أكن أتوقع إنه في المدينة في مساجد. ليه يا حبيبي؟ طبيعي مساجد مسلمين في أحياء. يقول كنت أحسب كل توسيعات المسجد النبوي الشريف حتى تسع أهل المدينة، لأنه مستحيل أهل المدينة ويفرط في الصلاة في المسجد النبوي الشريف. شوف الصورة الذهنية عن الحجاج والزوار عن المدينة وعن أهل المدينة. ولذلك لازم يكون لنا يعني علاقة، نعيد ترتيب أوراق علاقتنا مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيبة الطيبة طابة، الله سبحانه بارك فيك حبيبي. كمل عن طابة المدينة في حديث في صحيح مسلم إن الله سمى المدينة طابة، وفي صحيح البخاري إنها طيبة. طابة طيبة حلول الطيب فيها صلى الله عليه وسلم، لأنها طابت بالمطيب عليه الصلاة والسلام. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم يجب في حيها ربنا الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيبه. فهي يعني مثل العسل ذوقي، مهما لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من البيان أن يصف مدينة، يحتاج